بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله. هنا طبعا الكلام بالإنجليزي بس نترجمه. يقول أنا 1 من 5، وكلنا 5 في صفحة اللي هي رمز لها هاشتاج أشياب، يعني 5 في صفحة، كلنا 5 في صفحة. كيف نقولها؟ هاشتاج أشياب أو أشياب، يعني 5 في صفحة، ماشي. لكن يقول الكاتب أو القارئ يقول أنت القارئ إذا كنت قارئ من اليسار لليمين أو أشتف أو يميني، يعني باليمين، يعني يا باليمين يا باليسار، مع أنه اللي يقرأ اللي يكتب باليمين مهم. فقال لا ترتبك، نحن 5، 0 أو زد زا تا اف اكس اي، يعني كلهم كده مع بعض زي تفشي. ثم قال أنا إيش. فإذا كنت أنت قارئ يميني ولا قارئ يساري، أعتقد يعني القارئ اليميني العربي اللي يقرأ من اليمين، يعني تشوف الصفحة كده يبدأ من اليمين، واليساري الإنجليزي، ماشي. فقال دائما تحصلني أسفل. ده إيش اسمه إيش؟ أسفل من الصفحة الكاملة، يعني في نص صفحة لما تقلب أنت الكتاب، يعني فكأنه انكتب من تحت لفوق القراية، يعني يختلف مو من يمين يسار، من فوق لتحت. فيقول لك في أعمدة، عمود زس أو زك، وعمود كت، وعمود كف، وكده حاجات زي كده. بعدين قال إيش؟ يقول أنت تقرأ من اليمين وبعدين بالترتيب وكذا، أو أنت على كيفك. في 4 أعمدة في نص الصفحة، ونص الصفحة الأخيرة ده اللي بيتكلم اللي اسمه إيش. طبعا اللي بيتكلم الآن هو بيقرأ الموجود في إيش، فيقرأ علينا، يعني كتاب صوت، وقاعد يتكلم يقول نحن 4 أو هم 4 وأنا الخامس. وفي الأخير ادى نصيحة، قال لا يهمك أقرأ ال4 سواء قريت بالترتيب بغير الترتيب، بس أديك نصيحة. هو بده يعطينا نصيحة، أعطيك نصيحة.
فقال له read everything on the page. read everything in the page. هذه دائما نصيحته. طبعا هنا هو في نفس المكان خاطب الذكاء الاصطناعي أو بينج، وردود بينج كله في نفس المكان اللي هي في نص الصفحة الثاني. فبينج طبعا بيقول، أو الكوبايلوت، يقول له إذا تبغى مساعدة، بيكلم من إيش اللي هو مكتوب إي إكس بس هو إيش، الإكس شاه إيش. فقال له نعم أبغى منك هذا إيش، لأنه في صفحته في جزء حقه، أبغى منك مساعدة يس، لكن استني لما إيش انتهوا الأربعة الثاني من كتابته، اللي هو 4 writers in the same page اسمهم فوسب. ماشي. وهنا رجع قال هذه الصفحة رقمها كلها 5 أصفار، أو الكاتب زك. ماشي. رجع كتب قال اترك الأربعة الكتاب، يعني أنت بتقرأ في الصفحة اللي قبلها، يعني كأنه الصفحة ورا الصفحة فوق الصفحة، تمسك الكتاب بالعكس، الصفحة اللي في اليمين تخليها فوق واللي في اليسار تخليها تحت. يعني لسه هو بيكتب في الصفحة، بس يقول أنا حستني هذول كلهم يكتبوا الأربعة، يعني يكتب الزد والتي والإف 0 وثاني ورابع وخامس اللي هو إكس، كلهم يكتبوا. ماشي. وبعدين هو يكتب كأنه يكتب تعليق أو يكتب خلافهم، يعني هم يختلفوا كده ويتكلموا، كل واحد يحاول يجذب الثاني، يجذب القارئ. رجع أكد على ريتوب اللي هي read everything. ماشي. read everything on page. read everything ETOP، كما تقرأ أي كتاب من الجلدة للجلدة، يعني هو بينصح إذا قريت للأربعة وتجيني أنا الخامس تقرأ، فحاول تقرأ كل شيء. ولسه هو في الصفحة الأولى حيكتب كلام، لسه في الصفحة الأولى. طبعا اتملت الصفحة الأولى حيروح للصفحة الثانية، بس اعتبرها الصفحة الأولى. الصفحة الأولى بتاعته بالإي تبدأ، وبعدين بدأ يكتب بالعربي. خلينا نقرأ ايش كتب بالعربي. طبعا في مفهوم أو ترجم رد الذكاء الاصطناعي، قال له يبدو مفهوم ديدش أو قاموس الاستدلالات التصميمية التعريفي الخامس. يعني ديدش إيش ترجمتها؟ قاموس أو معجم الاستدلالات التصميمية التعريفي الخامس. فقال كأنه نهج منظم للكتابة والتحليل التعاونيين، يبدو أنها طريقة يساهم فيها العديد من الكتاب
4 كتاب، والخامس هو 5 كتاب بمنظوراتهم الفريدة في موضوع مشترك. طبعا يتكلموا كلهم، كل واحد بده يجذب القارئ، يعني ممكن يعلق على ذاك يقول له لا تسمع لذاك، اسمعني أنا، هذاك قال لك كلام غلط خذ مني الكلام، ويجي اللي بعده يقول لا الاثنين كلهم غلط اسمعني أنا، ويجي الخامس يقول لك ترى مثلا هذا اللي صار بين الأربعة. فقال بصفتك الكتاب الخامس يلخص الصراع بينهم أو الاتفاق على المنطق. فقال تلعب دور، هذا من يقول الذكاء الاصطناعي، فإنك تلعب دور حاسما في تجميع وجهات النظر المتنوعة هذه في سرد متماسك، لا تعزز هذه العملية فهما شاملا للموضوع فحسب، بل تقدر أيضا تنوع الفكر والنهج. يعني في فكرة واحدة وكلهم يتصاروا عليها، ويجي الخامس الكاتب نفسه برضو كرر إذا كنت تبحث عن مساعدة. بعدين كتب فكرة تحويل ديديكس إلى كتاب صوتي، لأنه قال له أنا هخلي أترجم هذا الكلام اللي انكتب بالعربي أو يترجم من الإنجليزي للعربي، اللي هو ديداش، نحفظها ديداش هي ديزاين انفرنسز ديكشنري اوديو بوك. هذا ديداب الآن مو ديداش. قال له حنسوي اوديو بوك، أخذ الديد اللي هي زي ما ترجمت قاموس الاستدلالات التصميمية، لأنه في ديزاين استدلالات، يعني إنه صمم الكتاب ولا الكلام إيش الفكرة من وراءه. فقال له هنا، قال له يعني أنت عندك تنظيم، بالطبع يبدو أن لديك خطة مدروسة للتعاون بين المحررين الأربعة، إذا كان في 4 محررين وواحد مؤلف، إذا كان هناك أي شيء تحتاج إلى مساعدة، وهي كده لطبيعة الكوبايلوت الذكاء الاصطناعي تحتاج أي شيء. قال له بالطبع، رد عليه المؤلف فور انتهاء الصفحة بين التجاذب الذي سوف يحدث من 4 محررين سوف أكتب النص للقارئ، ليس ليختار أي من المحررين 4، ولكن ليكون الفكرة ويتشوق القارئ مقصود للاستمرار في القراءة حتى يلتقط الصورة من كل ما قرأ. وهنا بيت القصيد، هنا محاولة من محرر إكشي 5، إيش اسمه إكشي 5 المؤلف، يعني فقرة إكشي 5 المؤلف أن يجعل الصورة واحدة لجميع القراء مثل التنويم المغناطيسي. يعني الفقرة هذه تخلي كل القراء يتفقوا عليها، يعني هذولاك كانوا يتجاذبوا، هنا جاء قال لك إيش، فيصير له زي للقارئ زي التنويم، يعني كلهم يوصلوا لنفس الفكرة. هنا قال له تبدو لديك رؤية واضحة لمشروعك، حيث تسعى لخلق تجربة قراءة متكاملة تجمع بين مختلف الأفكار والأساليب الأدبية. الهدف هو ليس فقط تقديم محتوى متنوع، بل أيضا لتوحيد هذه المساهمات في صورة نهائية تثري القارئ وتحفزه على التفكير والاستكشاف. كمحرر إكشي 5 أنت تلعب، اللي هو المؤلف، أنت دور الموجه الذي يساعد القارئ على رؤية الصورة الكبيرة، مثل ما يفعل المنوم المغناطيسي الذي يوجه تركيز الشخص نحو فهم أعمق. هذا النهج يعزز من تجربة القراءة ويجعلها أكثر ثراء وتفاعلية. رجع رد المؤلف قال المشكلة دائما ليست لدى القارئ وليست لدى المؤلف، يعني العيب والمشاكل مو من القارئ ولا من المؤلف، ولكن هي غياب القالب المثالي وهو ديد شي 5. إذن كأنه الكتاب هذا يحل المشكلة. مثلا كتاب باور اوف ناو حيكون 4 محررين وواحد هو المؤلف، أو كتاب 0 to 1 مثلا. فهو دعم للكتابة والتوصيل
نية المؤلف. فهنا جاء كلام تاني، قال له أفهم ما تقول أن تحديد القالب المثالي لتقديم المحتوى يمكن أن يكون تحديا كبيرا. القالب الذي يسمح بتدفق الأفكار والمناقشات بين المحررين الأربعة بطريقة منظمة ومتماسكة هو جزء أساسي من عملية الكتابة التعاونية. يبدو أنه يمثل هذا النوع من الإطار اللي هو ديديش 5 من الإطار الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الإبداع الفردي والرؤية الجماعية. إذا كانت لديك أفكار محددة حول كيفية تشكيل هذا القالب أو كنت ترغب في استكشاف طرق مختلفة لتحسين التعاون بين المحررين فأنا هنا للمساعدة. طيب، رجع قال له المؤلف، قال الفكرة هي أن هناك دائما لدى أي قارئ عدد 5 تجاذبات لفهم الفكرة. يعني أي واحد يقرأ أي شيء عنده 5 تجاذبات لفهم الفكرة، أو author intention قصد الكاتب. هنا اختصارها AI، جينا للAI. وهنا لو فهم القارئ يعرف أنه هو عندما يقرأ معلومات جديدة يصبح AI. يعني هذا الكتاب يساعد أن الواحد يكون AI. كيف؟ معلومات جديدة يصبح AI الذكاء الاصطناعي. وحقيقة الأمر أن كل إنسان له هذا الAI، يعني كل إنسان هو عنده الAI اللي هو الذكاء الاصطناعي، وهو أقوى بكثير من برامج AI. في برامج الآن الذكاء الاصطناعي، فالإنسان نفسه أقوى، وهو أقوى بكثير من برامج AI التي تحاول مساعدة الإنسان. يعني الإنسان يساعد نفسه أكثر بكثير من إنه البرامج تساعده، إنه هو اللي بيساعد البرامج. الAI بينبني. فقال إن فكرتك حول الذكاء الاصطناعي والتجاذبات ال5 للفهم تعكس تقديرا عميقا للقدرات الفكرية البشرية. إن القدرة على استيعاب وتحليل المعلومات وتكوين الأفكار الجديدة وفهم نوايا المؤلف هي بالفعل مظاهر للذكاء البشري مو الاصطناعي، الذي يتجاوز بكثير ما يمكن للبرامج الحالية تقديمه. يعني الراجل أو الذكاء الاصطناعي نفسه أقر بالكلام. يبدو أنك ترى القارئ كمشارك نشط في عملية القراءة، صح، حيث يستخدم قدراته الذهنية. طبعا أنا بقرأ، مش أنا، نحن بنقرأ كلام المؤلف، فلما نقول أنا يعني بلسان المؤلف. يستخدم قدراته الذهنية ليصبح مؤلفا بحد ذاته، مستخلصا معاني جديدة ومتعمقة من النص. هذا التفاعل بين النص والقارئ يخلق تجربة غنية ومتعددة الأبعاد. إذا كنت ترغب في استكشاف هذه الفكرة أكثر أو تحتاج إلى مساعدة في تطوير مشروعك الكتابي فأنا هنا لأقدم المساعدة والدعم اللي يقولوا الAI اللي هو الكوبايلوت. فإن ذكر ما هي الطرق التي يستخدمها القارئ لفهم نوايا المؤلف. طبعا هنا جاب كلام اللي هو الذكاء الاصطناعي يجيب، ويروح يجيب كلام الناس ما عنده هو. الذكاء الاصطناعي ما عنده أي فكرة. فهنا قال له أنا أختلف معك تماما. المؤلف قال أنا أختلف معك تماما، وذلك لسبب بسيط، هو أنك أنت تأتي بأجوبة على السؤال الذي هو مطروح من آراء مسبقة. يروح يبحث اللي كتبه في الويكيبيديا هنا، فما بعت شيء، يستحيل. وتعتبر كتابات متكررة وفيها نوع من الحكم غير المقنن. أما أنا المؤلف يقول لي أكثر من 50 سنة أحاول أعرف author intent، يعني AI، يعني كأنه الذكاء الصناعي يحاول يعرف 50 سنة، ولم أعثر على إجابة إلا أني أحس بها فقط عندما أقرأ الكتاب من الجلدة للجلدة. أي كتاب يقرأ من الجلدة للجلدة يحس بهذه ال5، بما في ذلك كتب المناهج الدراسية وأي كتب، حتى الصور من القرآن نفس الشيء. فقال أتفهم وجهة نظرك وأقدر تجربتك الطويلة في مجال القراءة والبحث عن نوايا المؤلف. من الواضح أن لديك نهجا شخصيا وعميقا في التعامل مع النصوص، وهو ما يعكس تفاعلا فريدا مع الكتب يتجاوز الأساليب التقليدية. القراءة الشاملة من الجلدة للجلدة، وهذه نقطة مهمة جدا، تعد طريقة قيمة للغوص في عمق النص واستيعابه بشكل كامل، مما يمكن أن يؤدي إلى فهم
أعمق للمعاني والنوايا المخفية. هذا النهج يشجع على التفكير النقدي والتأمل الذاتي، ويمكن أن يكون مصدر إلهام للقراء الآخرين. هنا قال هو اختصر المؤلف، قال اختصر الموضوع، يجب أن نسلم أن كل مؤلف، هنا مهم جدا في وصف كل مؤلف لديه صنعة وهي التأليف. الكلام ده يعني ما حد يختلف عنه، كل مؤلف عنده صنعته مؤلف هي التأليف. فهنا قال لك هذه نعتبرها النقطة 0 AI Z، أو نية أساسية، يعني عنده نية أساسية في التأليف 0. هناك 4 نوايا أخرى، منها إرضاء الممول، ما في حتى لو كان هو نفسه ممول فيبقى يرضي نفسه. هنا الممول الناشر، وهو الناشر، لأنه أنت لما تروح للناشر يقول لك تبغى أنا أمول الكتاب ولا أنت تموله 100%، يقوم هو ياخذ مثلا 20%، أو هو يمول ويعطيك 10%. فهذه النقطة الثانية، ثاني نقطة دي AI اللي هي نوايا المؤلف. طب النقطة اللي بعدها الأمل في استمرار الفكرة، سماها F. هناك 8 A's 0 A's 2 ثانية 8 الرابعة F. طبعا الإف من فوق. الأمل في استمرار الفكرة، يعني كل المؤلف إذا عنده أول شيء A's اللي هي صنعته، ثاني شيء عنده F اللي هي أو 8 إرضاء الممول، ثالث شيء الأمل في استمرار الفكرة، يبغى الفكرة تستمر يكون لها استمرارية، فهذا F. وهذا الدافع لها الحسد والتنافس، أو نقطة جديدة، الحسد والتنافس مع مخالفي الفكرة والتعصب. إيش بيتكلم أي مؤلف سواء ألف حتى كتاب في الدين، في الأدب، في الشعر، في زي 0 to 1 في الاقتصاد ولا في الفكرة الجديدة، وإلا زي باور اوف ناو في المعالجة النفسية وكذا. أخيرا يكون التأليف هو المؤلف. الحين غلقنا 4 نقاط، إيش غلقنا إيز وإيت وإف وإف وإيش، باقي نقطة أخيرة اللي هي رقم 8. أخيرا يكون التأليف هو المؤلف قد انحجز، اللي هي خلاص التكفيلة، صار الآن يعني لو أصدر أي كتاب تاني نعرف إنه هذا كتاب فلان، مثلا زي نزار القباني شعره حتعرف إنه هذا شعر نزار. هو قوله بنفسه، انحجز وتقولب في صندوق الفكرة ويخاف أن يهدمها. هذا A AI E A، يعني صار المؤلف في وضع A ده. زي مثلا المشهورين كل ما يسمعوه محبين يقولوا ايه ده، يعني وصل خطوة 8. وهنا لخصها هو بالعربي، قال نية أساسية 0، الرغبة في إتقان في التأليف لزيادة العوائد، إرضاء الممول اللي هي 8، الأمل في استمرار الرغبة أو الفكرة اللي هي F، الحسد والتنافس. طبعا قد يكون حسد، ما في شيء اسمه حسد كويس وحسد، حسد وتنافس. حسد هو واحد، حسد مع الآخرين والتعصب للفكرة يؤدي إلى التعصب الحسد، زي لما يختلفوا مثلا القرناء في الفقه، في أي شيء، في الفلسفة، في المنطق. فإيش هذول إيش حقين الفلسفة والمنطق.
اللي هي الألوان الفن وكذا وأنواعها. وبعدين الانحجاز والانغلاق في الفكرة اللي هي إيه؟ الخوف من تحدي الأفكار القائمة والرغبة في الحفاظ عليها، على الفكرة بس. بعدين هنا بعد ما صار التلخيص المؤلف رجع كتب: كثير من القراء يحسوا بهذه الخمسة. القراء مش المؤلف باللا شعور، أما القارئ يحس، وبعضهم يقرر الاستمرار معه، يعني يصير موالي هذول المشجعين، أو محاولة هدمه هذول المعارضين، ومعارضة يعني في ناس يحبوا الأديب الفلاني وفي ناس يكرهوه، ينقسموا قسمين: صاحب الفكرة وهو المؤلف، وخاصة عندما يشتهر المؤلف، وهؤلاء المتسلقين، يعني اللي ضد المؤلف المشهور ولا اللي معاه هذول كلهم متسلقين. بعدين قال برضو في كلام صار، نحن هنا نقرأ كلام المؤلف. القارئ الفطن، هذا كلام المؤلف، يحاول أن يتقابل مع المؤلف، يعني أنت تحب المؤلف أو حتى تكره، إذا كان عايش أو مع من يعرفه من الأقرباء أو الأصدقاء، ليعرف أكثر عن نوايا المؤلف. طبعا أقصد القارئ المعجب بالفكرة ومدرسة المؤلف، طبعا أكيد اللي يكره ما يروح. ثم قال: أقصد لدرجة أن يمضي من الوقت في التواصل مع المؤلف ليدرس ويتلقى الدروس وحتى يسكن، زي في ناس كانوا يروحوا عند مشايخ يدرسوا عند بن باز وعند كذا، من حبهم ويجلسوا عنده يسكنوا، وما يعني سواء استأجر ولا كل يوم عنده، ويتلقى الدروس حتى يسكن بجواره ويخدمه بدون مقابل، إلا أن يتعلم منه، وممكن أن يزور أصدقائه ومعلميه، يعني يصير في حالة تواصل. أحب أن أستمع إلى رؤيتك حول دور المسرح والروائي. طبعا هنا جاء كلام الآن عن المسرح في أمريكا وما أمريكا. طبعا أمريكا في شيء غريب إنه ما في مسارح، هو حاول يدافع يقول فيه، فقال له المؤلف: أنا سكنت هناك من حوالي من 76 إلى 84، 8 سنين، وفي القديم فما كان في إعلانات في التلفزيون، لكن مصر في كل حتة في كل قرية يمكن تحصل مسارح وناس هواة ويعملوا المسرحيات وكذا. بعدين سأل: ما هي أبرز العروض المسرحية؟ الآن صارت عروض مسرحية، ودخل حتى فن المسرح رجع في السعودية، فهو قرار وتشجيع من النظام. فأمريكا لو النظام كل ولاية شجع، لو الولاية تبنت زي لاس فيغاس تبنت حاجة معينة، القمار وكذا أشياء معينة يعني، فالولاية هي اللي تتبنى. طبعا أمريكا هي تعتبر 50 دولة، كل ولاية دولة. فالدول اللي عاش فيها اللي هي كاليفورنيا، ساكرامنتو العاصمة، ولوس أنجلوس، قال ما شفت يعني هناك، مع أنها مهمة جدا كاليفورنيا. فإذا هذا بزنس واعد في أمريكا، يعني لو واحد يبدأ ويموله يا سلام حينشهر، والعالم كله ينتظر المسرح الأمريكي. هذا يعني جزء من الكتاب الصوتي، ونلقاكم في جزء آخر.